الرئيس محمد أنور السادات قصة رجل خدع الكيان وتفاصيل ما تتنسيش في تاريخ العسكرية المصرية. أسرار الساعات الأخيرة للقائد الأعلى قبل الدخول لغرفة القيادة، وإزاي انتصر رغم ضغوط وتشكيك الخارج واطمن ووثق في الجيش المصري. 47 سنة عدت على نصر أكتوبر، لكن كل ما نرجع نبص على تفاصيل الأيام الأخيرة نكتشف إننا قدام مش مجرد انتصار عادي، دي كانت ملحمة حرفياً قامت بيها قيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. قدر يقلب كل الموازين ويخدع العالم كله قبل العدو. القصة ما كانتش مجرد عبور قناة السويس، دي كانت معركة إرادة. دولة كانت لسه خارجة من هزيمة 67، محاطة بضغط داخلي وخارجي وشكوك من كل اتجاه، ومع ذلك كان في قائد واقف قدام كل ده بثبات غريب، شايف اللي غيره مش شايفه ومؤمن إن لحظة الانتصار جاية مهما طال الوقت. السادات كان بيتكلم عن وعده اللي قطعه لنفسه وللشعب المصري، وقال بالنص في خطاباته: حاولت أن أفي بما عاهدت الله وما عاهدتكم عليه. قبل 3 سنوات بالضبط من هذا اليوم عاهدت الله وعاهدتكم أن قضية تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الأول الذي حملته ولاء لشعبنا وللأمة. لو دخلنا جوه عقل السادات وقتها هنلاقي إن الجيش ما اتحركش بتاريخ 6 أكتوبر، لكن حرفيا الخطة بدأت واتنفذت من أول يوم مسك فيه السادات مسؤولية البلد بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر. الراجل مسك الدولة وهي حرفيا مهزومة وجيشها محتاج إعادة بناء، والعدو متفوق علينا في كل حاجة تقريبا ومدعوم من دول زي أمريكا وبريطانيا، واقتصادنا تحت ضغط مش عادي، والعالم كله ما كانش يتخيل إن مصر ممكن تاخد أي خطوة، وكل الدول كانت بتشكك في قدرات الجيش المصري. حتى الإعلام المصري في الوقت ده كان بيكتب عن الهزيمة وبس وشايف إن المواجهة مستحيلة. ورغم ده كله السادات كان حاطط في دماغه خطة مختلفة تماما، وده بان في كلامه الشهير عن نصر أكتوبر: أشهد الله بأن إرادة الله هي التي اتخذت قرار المعركة، هذا قدر، لم يصبح أمامنا من حل إلا أن نحمل أرواحنا لنحرر الأرض ونرفض الاستسلام، ليس هناك حل وسط. الشعب رفض الهزيمة، وهذه هي فلسفة الشعب. علينا أن نتحمل كل العقبات والتضحيات، أو نختصر الطريق ونسلم ونحل القوات المسلحة ونقبل شروط العدو ونعيش إلى الأبد أذلاء وربما لاجئين. الفكرة إن السادات ما كانش عنده خيار وسط، يا النصر يا التضحية حرفيا، ومفيش في قاموس استسلام. لكن اللي محدش كان شايفه وقتها إن أخطر وسيلة استخدمها السادات للدفاع عن سيناء كان الذكاء والخداع الاستراتيجي، لأن وقتها العالم كله كان شايف إن مصر مش جاهزة وإنها مستحيل تتحرك، وده بالضبط اللي هو كان عايز يوهم بيه العالم ويعمل في الآخر خطة مش عادية مدعومة بعمليات سرية وتحركات محسوبة. وفي ليلة القرار كانت من أهم الليالي في التاريخ المصري الحديث، السادات كان عايشها بشكل مختلف تماما وبيحكي بنفسه تفاصيلها لما قال: أنا كنت أعطي أوامر لأولادي في القوات المسلحة إنهم يفطروا، كتير من الأولاد الشياطين دول ما سمعوش الكلام ودخلوا المعركة صايمين، أنا في القيادة مش واخد بالي، مش شايف واحد فيهم بيدخن، محرجين لأنني لم أدخن أو أطلب أي شيء، رحت طلبت فنجان شاي وجابوا لي البايب من العربية. لكن الحقيقة إن ورا اللحظة دي كان في جيش كامل بيشتغل على أعلى مستوى من التخطيط، وضباط بيستعدوا لتنفيذ أصعب اختبار في تاريخهم، واستعدادات وصلت لدرجة مذهلة من الدقة، لدرجة إن حتى العالم بعد انتصار مصر وقف قدام تفاصيلها مذهول. وفي النهاية نصر أكتوبر ما كانش صدفة ولا ساعة حظ، لكنه كان نتيجة عقلية قائد قرر يخدع العالم ويكسب معركة كانت في نظر الكل مستحيلة، لكنها في نظره كانت قدر لازم يتحقق.